لعله تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله، توكيد، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. أو أنه تذكر قول الله لعبده: أين تذهب؟ ألك رب سواي؟ حقا من لنا سواه سبحانه، وكم بعدنا عنه وثرنا وسرنا على هوانا وما عدنا بحق مع الله. مع الله فالقلب لا يطمئنه إلا أن يعود إلى الله، إلا أن يتوب إليه سبحانه، إلا أن يتوكل عليه، إلا أن يتقيه حقا وصدقا. لا راحة ولا هناء ولا طمأنينة لقلوبنا إلا مع الله. أختي الحبيبة، أخي الكريم، أقول لكل منا: أذكر طيلة حياتك كلها بدون استثناء، لحظات السعيدة واللحظات الحزينة، من كان معك. ربما تقول لي لأول وهلة: أمي. أسألك: كلها؟ لا، إخوتي كلها، أصدقائي، أحيانا زوجتي، وهكذا. مرة ستقول أمي، أبي، صديقي، زوجتي، و تتغير الأشخاص وتتغير الوجوه على اختلاف مراحل عمرك وبحسب الظروف والزمان والمكان. لكن أنا لا أسأل عن هذا، بل من كان معك ثانية بثانية منذ اللحظة الأولى التي وجدت فيها روحك. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أول من عرفنا في حياتنا هو الله، أول من كنا معه هو الله. ثم وأنت جنين من كان يرعاك ويحميك؟ إنه الله. خرجت إلى هذه الحياة فكان معك سبحانه في كل ثانية، سواء كنت لوحدك أم كان معك ناس. حتى في أخص اللحظات كنا مع الله. في لحظة الشدة والضيق كم مرة مهما كان حولك من خلق، كم مرة قلت: أعني يا الله؟ وعند الفرحة والنعمة كم مرة قلت: الحمد لله؟ وهكذا تمضي في هذه الحياة وتنتهي رحلتك فيها وتنتقل إلى الدار الجديدة. وفي أول ليلة توضع في القبر يقول الله عز وجل كما ورد في الأثر: رجعوا فتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت، تبارك الله. وعند البعث والحساب بين يدي من ستقف ليحاسبك، مع من ستكون؟ مع الله. ذلك يوم شديد وليس لك إلا الله. بل أتذكر في شدائد الدنيا كيف كان معك؟ إذا عصفت الريح وهاج البحر واضطربت وتلاطمت الأمواج وظن أهل السفينة أنه لا مجال، الموت لا مفر، نادوا: أغثنا يا الله. وإذا اشتد الظلم تذكرت قول الرب تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فينطلق نداؤك مستنصرا: انصرني يا الله. وإن كنت طالبا وضاعت منك الكلمات والمعلومات ناديت: افتح علينا يا الله. وإذا ضاقت السبل وسدت في وجهك كل الأبواب تلجأ إلى باب الله فتقول له: مسكين ببابك يا الله. يعني لو أنك مذنب هل لك غافر إلا الله؟ فهو غافر الذنب سبحانه. لو أنك حزين ومنكسر من يجبرك غير الله؟ فهو جابر المنكسرين سبحانه. لو أنك مريض من يشفيك إلا الله؟ فهو الشافي سبحانه. لو أنك تجتاز المخاطر من يلطف بك إلا الله؟ فهو اللطيف سبحانه. وإن تخلت عنك الدنيا بأسرها من يقبلنا سواه رغم طول هجراننا والبعد؟ من يرحمنا رغم كثرة الذنوب؟ هو الله أرحم الراحمين. فإلى متى نبقى بعيدين عنه سبحانه؟ أما آن الأوان لنا أن نكون مع الله، وقد قال سبحانه أنه أقرب إلينا من حبل الوريد. يقول تبارك وتعالى في الأثر: يا عبادي إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم من وحدة على أمر عجزت عنه، ولا لجلب منفعة ولا دفع مضرة. طبعا فهو رب العالمين الغني عنا، ولكن خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. لكن لماذا وهو ليس بحاجة إلينا؟ صحيح، لكنه يريدنا سبحانه معه لصالحنا. فإن قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فقد قال أيضا بالمقابل: فاذكروني أذكركم. وإن قال تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا، بالمقابل قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
وكان بالمؤمنين رحيما. ويقول رب العزة سبحانه في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولا. من تقرب إلي شبرا منا من الناس، شبر بمقياسنا البشري، تقربت منه ذراعا، ذراع بالمقياس الرباني. تبارك الله، كرم مضاعف. مع هذا هناك من آخر همه أن يتقرب من الله، مشروع ولا على باله. أما آن لنا أن نتقرب إلى الله؟ بالله عليكم فلنعاهده من هذه اللحظة أننا سنكون معه، مع الله. وقد ورد في الأثر أن الله أوحى إلى داود عليه السلام: قل لعبادي أني لم أخلقهم لأربح عليهم، وإنما خلقتهم ليربحوا علي. وورد أيضا في الأثر أنه سبحانه قال: ألا من طلبني بالتوبة وجدني بالمغفرة، ومن طلبني بشكر النعمة وجدني بالزيادة، ومن طلبني بالدعاء وجدني بالإجابة، ومن طلبني بالتوكل وجدني بالكفاية، ومن طلبني بالقربة وجدني بالمؤانسة، ومن طلبني بالمحبة وجدني بالوصلة، ومن طلبني بالاشتياق وجدني باللقاء والرؤية. مع الله دوما هناك مقابل، وكيف لا وهو من يعطي بلا مقابل، بل هو معك وأنت بعيد عنه. حتى مع الكافر من كفر به يرزقه ويلطف به ويعافيه ويشفيه، فهو ربه خالقه. وقد روي أن إبراهيم عليه السلام رأى رجلا غريبا عن البلاد فدعاه إلى الطعام، ولما جاء عليه السلام وأشعل النار تحت الطعام لينضج، إذ بالرجل يسجد أمام النار، فاكتشف إبراهيم عليه السلام أنه مجوسي، فقال له: أتعبد النار؟ إن أسلمت أطعمتك وإلا فارحل. فقام المجوسي وتركه. عندها أوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم، لم تطعمه إلا بتغيير دينه، ونحن من 70 سنة نطعمه على كفره، فلو أضفته ليلة ماذا كان عليك؟ فقام عندها سيدنا إبراهيم يجري خلف الرجل وقال له: هيا تعال معي إلى الطعام. فقال الرجل: ولماذا غيرت رأيك؟ فقال إبراهيم: لقد عاتبني ربي فيك. عندها قال الرجل: اعرض علي الإسلام. ففعل عليه السلام. فقال بعدها الرجل: إله رحيم لا بد أن يعبد، أشهد أن لا إله إلا الله. وأسلم الرجل. وبعد، أما آن لمن أشركوا بالله أن يكونوا مع الله الحق